السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هوريكم الفرق بين حمام المراسلات واللي بيقولوا عليه مثلا اسكندرو، هو برضو من انواع المراسلات. تمام، بس الفرق بينهم في حاجات بسيطة قوي. بالنسبة للعضماية بتاعت البق، طبعا زي ما انتم عارفين المراسلات العضماية فيه بتبقى ملفوفة، بتبقى عاملة زي العجل، مليانة شوية. ده مختلف شويه عن الايه عنهم، بس هو من فئه الايه المراسلات. ادي ده الفرد معانا، ده بيقولوا عليه اسكندرو. العضمايه بتاعته عضمايه زي ما انتم شايفين بالكبر والطول دهوت. تمام، ونفس الدماغ المراسلات والجفون. تمام، هو نوع من انواع المراسلات بس بيقولوا عليه الاسكندرو. زي ما تشوفوا العضمايه عامله ازاي، علشان ما حدش يقول لك ده مراسلات وبتاع. مراسلات، بس العضمايه بتاعته تختلف عن المراسلات العضمايه الملفوفه اللي هي بيقولوا عليها العجل او العظم المليان. ده الفرق ما بين الاسكندرو والعضمايه بتاعت المراسلات. وفي حاجه تاني هوريها لكم، الازرق قطيفه، واوريكم برضو ايه التقليب. في حاجات برضو عندي تقليب مش قوي وتقليب يعني كويس، والتقليب العالي برضو يبقى ايه هيبان حتى من مظهره وشكله وانتوا ايه بتشتروه. ادي الحمام الازرق قطيفه، عضمايته صغيره. طبعا العضمايه تبقى رفيعه كده، وكل ما بتصغر كل ما الفرد طبعا بيكون اعلى. وادي رقبته التوب بيبقى بتاعها اللي هو الاصفر. تمام اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ده تقليبه على قده قوي قوي. اوريكم بقى حاجه تقليبها اعلى منه، حاجه برضو كويسه. الو بص الفرد ده يختلف تماما عن الفرد التاني. بص العضمات بتاعت بقه عامله ازاي، بصوا رقبته الصفراء، هو ده الازرق قطيفه، يمتاز بالرقبه الصفراء. والطول طبعا الطول مناسب قوي قوي، كل ما الفرد يكون طويل وكل ما تكون وقفته على الارض بتبقى الفرد بيفرق كتير قوي. ده برضو تقليبه برضو على قده، يعني في اطول من كده كمان. وفي تلاقي حتى الطوب بتاعه زاهي وباين قوي. والاصفر ده اصفر جامد قوي وبيدي لمعان كده. ده بيفرق برضو في تقليبه وبيدي سعر اعلى. ده الحمام الازرق قطيفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.